السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفضية ضيفنا اليوم واحدة من أدوات المطبخ اللي انقرضت واسمها الفضية. الفضية عبارة عن صندوق من الخشب، عنده رفوف 3 أو 4 أو 5، وعنده خزن تحته، ومن فوق له برضه ممكن يستعملوا لوضع الحلل والتناجر أو الجرادل حتى. الفضية كانت موجودة لغاية التسعينات في المطبخ السوداني، حاليا تم استبدالها بحاجة اسمها حافلة العدة. الفضية ليه سموها الفضية؟ سموها الفضية لأنه في قديم الزمان كانت الأواني مصنوعة من الفخار ومصنوعة من النحاس ومصنوعة من الفضة، خاصة الأكواب، فسموها الفضية لأن المكان الذي توضع فيه هذه الأكواب. فالمرأة السودانية عندها اهتمام شديد جدا جدا بالعدة، والعدة معناها الأواني بتاعت المطبخ. النساء السودانيات بيهتمن بين جدا جدا ومصدر فخر. كل ما الوحدة زادت عدتها أو زادت الأواني بتاعتها في المطبخ بيسموها إن هي هذا الشيء بالنسبة لي يكون مصدر فخر بين قريناتها. ودي الحاجة اللي حبيت أضيفها، إنه في حاجة بتشبهها اسمها النملية. النملية نفس الفضية، بس الأبواب بتاعتها ما بتكون بالقزاز، بتكون بالنملي. لما الأبواب تكون بالنملي بيسموها النملية، ولما تكون بالقزاز بيسموها الفضية. وشكرا لكم.